من أشهر الأكلات اللي هتقابلوها في أندونيسيا هي المقليات. الأندونيسيين حرفيا بيقلوا أي حاجة بتيجي في سكتهم كده بيقوموا حاطينها في الزيت. تعالى أوريكم بقى أنا جبت إيه النهاردة. اللي شايفينه قدامكم ده طبق كابوريا صغيرة. دي كابوريا حجمها صغير ومقلية. بصوا الكابوريا الواحد قد إيه، يعني لما أحطها على إيدي يعني اللي هي إيه متجيش عقلة صوبة. ودي واحدة تانية هي كابوريا، طعمها كابوريا بس صغيرة ومقلية. هما بيحبوا يقلوا أي حاجة. اللي شايفينه قدامكم ده بقى ده بيسموه أسوس. الأسوس ده بقى بيبقى عبارة عن المصارين بتاعة الفراخ، بياخدوها وينضفوها، يطلعوها كده وينضفوها ويحطوا عليها التوابل بتاعتهم وتتقلي في الزيت زي ما احنا بنعمل في العصبان بتاعة الخروف. احنا بناخدها وبننضفها وبنحشيها رز. هم طبعا بقى ما بيحشوهاش رز لان هي صغيرة جدا لان هي بتاعة فراخ. فبياخدوها بقى بينضفوها بيحطوا عليها التوابل وبعد كده يقوموا حاطين عليها دقيق ويرموها في الزيت وتتقلي. فبتطلع بقى في الاخر بصوا بتطلع بالشكل ده بالظبط زي ما انتوا شايفين ان هي بتبقى كده. الكابوريا بقى لو تلاحظوا غير بقى ان الحجم بتاعها، بص الظهر بتاعها بتلاقي المخالب بتاعتها باينة زي ما هي. طبعا دي ما يعني لو اكلتها تاكلها عادي، يعني انا هاكل اجرب واحدة هي دلوقتي هحطها في بقي، ما بتبقى كأنها سناكس لانها صغيرة، هي ما فيهاش حاجة زي الجمبري لما انت بتقلي. انا كنت ماشي النهاردة عندهم احتفال بتاع في اندونيسيا عشان عيد الاستقلال بتاعهم، فبيعملوا طول الشهر. هو المفروض في 17 أغسطس، طول الشهر بقى بتاع أغسطس كل يوم بيعملوا احتفال شكل. أنا هحاول إن شاء الله إن أنا أبقى أعمل لكم فيديو مجمع للحاجات دي كلها، في حاجات أنا صورتها. فالمهم النهاردة أنا كنت ماشي، المفروض النهاردة كان يوم للستريت فود بس ما عرفتش أصور فيه لأن الدنيا كانت ضلمة وكان فيه أغاني، وطبعا الأغاني بتبقى فيها مشكلة في الحقوق بتاعت الملكية. فلقيت بقى الراجل اللي هو واقف ماسك الكوارع الصغيرة دي وعمال إن هو إيه يقوم حاططها وينزلها. فأنا يعني قلت بقى أنا لازم أجربها، فرحت جايبها بقى وقلت إن أنا إيه أصور لكم. طبعا دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتتقلب. أنا عايز أقول لكم إن أندونيسيا حرفيا كل حاجة بيلاقوها في وشهم بيقلوها. أي حاجة ممكن تتخيلها. التوفو بيتقلى، البيض بعد ما بيتسلق بيتقلى بيتحط في الزيت فهم عندهم حب للزيت. ودي برضه مشكلة في الأكل، يعني في الفاست فود في أندونيسيا إن أي حاجة بتتقلي دي بتخلي إن في أكلات كتيرة موجودة عندك، بس في نفس الوقت طبعا كتر الزيت على الصحة بيبقى غلط. المهم اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو ده. اي حد فيكم يجي اندونيسيا يبقى يجرب الكابوريا الصغيرة دي. حلوة يا جماعة طعمها حلو بس هي كوميدية يعني لانها صغيرة جدا. فاي حد يجي اندونيسيا يبقى يجربها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.